توكشو ولا نشرة ولا نشرة، الليلة مسرح جماعي وعشرة يابا على عشرة، سياسي كوميدي اجتماعي. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك تترو. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك تترو. تياترو مصر. كان يا مكان، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في زمان غير الزمان ومكان غير المكان، ملك يدعى الملك النعمان، كان عنده بنت اسمها جهاد، وابن اخوه كان بيربيه اسمه محمود. النهارده انا هحكي لكم حكايه جهاد ومحمود، وانا سلامه اللي كنت معاهم في نفس الفيلم. ملك النعمان كان ملك قوي، كان بيهدد بلاده التتار اللي برغم ان بلادهم بعيدة الا ان كان في دماغهم يجوا مصر عشان يفتتوها. الملك النعمان كان من اذكى الاذكياء ومن انبه الانبهاء، ما كانش يقول كلمة الا لما تطلع منه حكمة، وما كانش يقول حكمة الا لما تطلع منه كلمة. حلو قوي قوي يا مولاي، قول لنا كمان نكته عن التتار. يقول لك مرة واحد تتاري حب يعمل لسه يا جماعة لسه حب يعمل مفتح، تفتكروا يعمل ايه؟ ايه فضل صاحي طول الليل. ابوكوا لطيف قوي يا اولاد، ده انتوا رخمين. بقول لك ايه يا مولاي، كلمنا عن صولاتك وجولاتك مع التتار. فكرتوني بأيام، بس انا صولاتي وجولاتي دي ما كنتش فيها لوحدي، كان معايا سلامة، فاكر يا سلامة؟ ودي حاجة تتنسي يا مولاي؟ عنك انت انا هقوم بالطلعة دي. كان مولاي بيحب الصيد وغاوي صيد، ومرة انا ومولاي كنا ماشيين في الصحراء في وسط الغابات كده وبعدين فجأة لقينا 10 من التتار على يمنا و10 من التتار على شمالنا، او 12 تقريبا على شمالنا، ودول على يمنا ودول على شمالنا. نعمل ايه؟ يا سلام، وعملت ايه يا سلامة؟ ما قدامنا فاضي وورانا فاضي. فمولاي بذكائه وبفطنته قال لي اجري يا سلامة. قعدنا نجري انا ومولاي لغاية ما لقينا صخرة ضخمة، استخبينا ورا الصخرة، لكن التتار بالاجهزة الحديثة اللي معاهم كشفونا من ورا الصخرة. مولاي قال لي اجري يا سلامة. جرينا لغاية ما لقينا مغارة. دخلنا جوه المغارة كانت ضلمة كحل، بحيث ما تقدرش تشوف ايديك من يعني عارف ضلمة. وفجأة لقينا اسد. يا سلام، وعرفت منين ان هو اسد والدنيا كانت ضلمة؟ اسد يعني هيقول لنا مساء الخير، مش محتاجين نشوفه يعني. لقينا الاسد ده راح مولاي. فاكر يا مولاي؟ فاكر؟ ايوه. خليك يا مولاي، خليك. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. وبعدين فكرني. تعال. وبعدين اما لقينا الاسد راح مولاي طلع السكينه بتاعته وراح ذابح الاسد. وعلى ريحه الدم شويه لقينا ديب، جالنا الديب. وعرفت منين بقى يا سلامة انه ديب والدنيا ضلمة؟ معروف يعني ديب يعني.
المهم راح مولاي مسك الديب وقطم رقبته ونزل بيه على الارض. شويه لقينا تعبان لونه اصفر. يا سلام، وعرفت منين ان هو تعبان والدنيا كانت ضلمه؟ الضيوف الرخمين بتوعك دول يا تعبان بيعمل كده يعني تعبان. وعرفت منين بقى انه اصفر؟ بس فراح ايه مولاي لا بقى الحكايه كده، قال لي لا يا سلام احنا هنفضل في وسط الحيوانات اللي هتضايقنا دي، تعالى نطلع بره المغاره. خرجنا بره المغاره، بقوا التتار قدامنا والحيوانات من ورايا، التتار قدامنا والحيوانات من ورانا. بس ازاي يا سلامه؟ بس عملت ايه يا سلامه؟ مقفولين فاضي. فجاه لقينا طياره دي يا حبيبي، طياره دي يا اخويا. طائرة اللي هي أنثى الطائر اللي هو طائر الرخ. يا سلام، وعرفت منين ان هو طائر الرخ؟ من جوجل. المهم راح مولاي مسك في رجل الطائرة وانا مسكت في رجل مولاي، بس كان لسه قلع الجزمة. فاكر يا مولاي؟ الا فاكر، دي كانت ايام. الله يخليك. يا سلامه الحق يا سلامه الحق يا مرعوب في ايه؟ الحق يا سلامه، في ايه؟ خطي وراك، ابعد انت وراك. مرعوب. ها ست. نو تعالى هنا نو. في ايه؟ بيقولوا لي التتار كلهم جايين. مين اللي بيقولوا لك؟ ناس كتير قوي حسب هم وراك. ولا اي حد يقول لك اي حاجه تصدقه. التتار عمرهم ما هيجوا مصر. خلاص حاضر اهدى. حاضر يلا. مرعوب ده على طول راعبنا كده يا مولاي. انا عارف والله. اللي قول لي يا سلام، أيوة. احنا بقى مش هنقدم حاجه للضيوف ولا؟ لا قوي. تحب اجيب الراقصات يرفهوا عن الضيوف؟ راقصات برضو والأولاد موجودين يا سلامة. ايوه انا عايز اتفرج على الرقصات. انا كبرت بقى. انت عايز تتفرج على الرقصات ان شاء الله. انا مش ماليه عينك؟ انت بتدري ولا ايه؟ طبعا مش ابن عمي. اتفضل قدام. البلطجه دي جهاد بتغير على محمود يا مولاي. ايوه، وهو جهاد لمحمود ومحمود لجهاد. حاضر، يعني انت بتوثق الاحداث عشان لو اي حاجه حصلت. أيوة. حاضر يا مولاي. أيوة. حاضر. تسمح لي بقى ادخل الرقصات؟ تدخل الرقصات. حاضر. وكان مولاي شديد العنايه في اختيار الراقصات. ما كانش يختار اي رقاصه الا على الفرازه، ما فيهمش ولا غلطه. فلتدخل الراقصات. ايه ده؟ موسيقى غربي في بيت السلطان؟ لا انا ما اسمحش بده ابدا، حتى ولو على سبيل الافيه. سلامة، تستهبل يا سلامة، تستهبل. انا اسف جدا يا مولاي. سموك ارتاح انت وانا هتصرف. طيب ماشي. اتفضل سموك، اتفضل. يا انجل يا سلام في يا سلام. مزيكا تتاري في بيت السلطان تستهبلي؟ يا سلام النهجان اللي انا فيه ده مش على الفاضي يا سلام. كفايه الغدا جايب لي علبه كشري ب3. ايه ده؟ كنت عايز علبه كشري بكام؟ علبه كشري ب5. كان لي زياده. لا انا اجيب لك الحله اضربي منها على طول بقى. ماشي. انا مش فاهم سر تمسك مولاي بيك انت دونا عن بقيه الراقصات. يقول لي هات لي الراقصات دي، هات لي الراقصات دي. سحراله ومال يعني. انت ماليه المسرح كله يا ماما. انا مش فاهم يا انجا والله. انت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس. انا ما اعرفش ايه اللي ممشيكي في الطريق ده يا انجا. انا ماشيه في الطريق ده عشان الطريق التاني انا غلطان.
امشي اتكل على الله فلتنصرف الراقصات. اوعي الديكور. يا مولاي يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات. ايه رايك يا مولاي؟ لا انت اللي مولاي. انا سلامة، انت مولاي. انت متعود على ادوار البوابين يا اسطى. هل يا مولاي التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي يفكروا يخشوا مصر يا ابني، مصر بلد الامن والامان، مصر متامنه من كل حته. يا سلامه. انا هشرح لهم. اتفضل انت يا مولاي. حدود مصر متأمنة من كل مكان. الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع. لو التتار فكروا ان هم يخشوا مصر هيتقطعوا. يا سلام. طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجيه دي هيبقى الوضع ايه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع. هيقطعوهم. طب لو عدوا ال 8000 دول؟ لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10,000 جندي من فرقة 5 خمسات. دي لو نملة فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام. طب ولو التتار عدوا فرقه ال5 خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع زبالة طبعا. لا بس موجود مولاي طبعا هيوقفهم بسيفه البطال يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا انا هطلع لهم. انا عايز اقول لكم يا جماعه، مصر متامنه من كل حته، وعلى راس البلاد سلطان جائر. مولاي الحق مولاي. ابعدوا محدش ولا مرعوب. بقول لك ايه، ما تستهبلش. في ايه؟ التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر؟ ايوه دخلوا خلاص. طب ال 5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار يابا. طب ال 8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ طب ال 10,000 جندي اللي على حدود القصر نفسه دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلام يا سلام. عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000. ما تقلقش يا مولاي. انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ سموك يا مولاي. انا بقول لك يا مرعوب، انت متاكد ان هم جايين على هنا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه. اذا ايوه مفيش مفر غير اننا اجري يلا. تجري من هنا يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلامه. انت بقى حضرتك يعني خلي بالك من العيال. من العيال. حضرتك خلي بالك من العيال، وانا كده هموت. بس اهم حاجه الختم ده يثبت ان هم الورثه الشرعيين جهاد ومحمود. حاضر يا مولاي. تمام. اتكل انت. ماشي. مع السلامه. بابا انت رايح فين؟ انا هقول لكم يا ولاد، انا رايح اجيب الدب من ديله، بس على ما الاقي له ديل، وما عرفتش اجيبه واسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل. رايح اجيب الدب من ديله، بس على الله الاقيله. مع السلامه يا عم فؤاد. مع السلامه. تعالوا يا اولاد، تعالوا ما تخافوش. انا معاكم مش هسيبكم ابدا لغايه اما التتار ييجوا ويمشوا من هنا. ما تقلقوش يا اولاد. تعالوا. احنا التتار، احنا الاشرار، بس كله مختلفين. في تتاري صغير وتتاري كبير، وانا تتاري ما بين الاتنين. ربع نص كيلو. عبدله واديله. فين الملك؟ الملك فين؟ انا هقول لك الملك فين. هو الملك هرب، بس من هنا
مشي من هنا كده في كوريدور كده اهو، بعديه زي امريكان كيتشن، واخد بالك؟ بعد ما بتعديه في حته معموله زي لاندسكيب كده اهو، بتخش من عندها في سرداب سري مكتوب عليه السرداب السري. ها خش هتلاقي الملك مستخبي جوه، خلص عليه بالبتاع الخشب. الف شكر يا عم سلامه. لا ده احنا علينا للتتار، ده احنا الواحد بيقف على السفاره التتاري ب4 ايام عشان ياخد الفيزا يعني. لا على كده اجيب لك فيزا سياحي بقى. طيب ماشي، الف شكر. استاذنك بس في كرسي العرش. طبعا ما دام احتليت مصر جت على الكرسي، خد الكرسي. الف شكر. مع السلامه. ربع نص كيلو. هاتوا الكرسي وشيله. وهنحكم كده يا سلامة سلمت يا بابا. سلامة خاين، سلامة قاتل. روح اتبع على الحيطان، اجري. سلامة خاين، سلامة قاتل. يا دغور ياض اتكل على الله. سلامة خاين، سلامة. انا بعمل كده يا اولاد عشان مصلحتكم، عشان ما حدش يعمل فيكم حاجه. معلش انا معايا الختم بتاع ابوكم، انا مضطر اعلمكم بيه عشان ما تتوهوش يا اولاد. ما تخافوش انا معاكم. هاتي ايدك يا جهاد. اوعى تقرب لها، سلامة سفاح. اكتبها برضو على الحيطه، اكتبها. يا سلامة ايدي. ما لو جبت حبر احمر كنت عملت ايه؟ انت ما عندكش دم يا. دلوقتي انا هبيعكم في سوق الجواري. انتي هتشتغلي جاريه، وانا يا سلامة وانا انت هتشتغل جاري مع اقرب تاجر جواري. هبيعكم يا اولاد، بس عينيا هتبقى عليكم، ما تقلقوش. جارية للبيع، جاري للبيع، أي حاجة قديمة للبيع. جارية للبيع، جاري للبيع، أي حاجة للبيع. يا عم يا بتاع الجواز، أيوه. لو سمحت تشتري الجارية دي والجاري ده بكام لو سمحت؟ لا أنا ما بشتريش، أنا هعرضهم لك ورزقي ورزقك على الله، بس ليا برسنتج 15%. 15% برسنتج ليه يا عم؟ ده كل تجار الجواري بياخدوا 10% ماكسيمم. ماكسيمان؟ خلاص مش هنختلف، حطهم على العربية. يلا يا جهاد. امسك. يلا محمود، يلا خلي بالك منه. كريم مش هوصيك، متقلقش. خلي بالك منه. مع السلامة يا جهاد، مع السلامة محمود. يا بعد العز اللي كانوا عايشين فيه ده كله، بعد القصور وريش النعام والدونتس والمشط وبوتيتوس، هيروحوا ياكلوا فول وطعمية وفسيخ من نبروه. لا، العين اللي شافتهم في العز ده كله ما ينفعش تشوفهم وهم في البهدلة. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. ايه الاستجابة السريعة دي؟ جارية للبيع، جاري للبيع. انت الراجل يا بتاع الجواري. ايوه يا ست مانجا. عندك جواري طازه؟ طبعا، امال ايه؟ الجارية دي لسه بشوكها على الزيرو. طب طلع لي الجارية وعلبة سوبر. طيب يلا يا بت. هطلعها لي على كام؟ 50 دينار. لا هم 30 مفيش غيرهم، هنزلهم لك في السبت. طب ما تهزيهم شوية. اهو. يلا يا بت اطلعي. رجع يا جهاد، ما حدش يقرب لها. بس ياض، بقول لك ايه يا ست مانجا، ها؟ تاخديش الواد ده كده فوق البيعة فري؟ اعمل بيه ايه؟ ده انا عند حريم السلطان. الواد ده هيبقى مملوك كبير وهيأثر في الأحداث اللي جاية. يأثر يطول ماليش علاقة. محمود ما تسيبنيش يا محمود. خش يا بنت جوه. محمود هي كده. انا لازم اشوفك يا محمود. جابوا لي خميس خلاص وجمعة. ياض خلاص. جارية للبيع، جاري للبيع، يا عيني البيع. جارية للبيع. يا أهل مصر، فاتت سنين وسنون وسنان، وكبر محمود وكبر الجهاد.
وكبر كمان سلامة. ومن ساعتها وانا ماشي في كل شارع وفي كل حارة وفي كل زقاق ماشي بنادي واقول انت فين يا محمود، انت فين يا جهاد، وارجع تاني واقول انت فين يا محمود، انت فين يا جهاد، واغير في الاداء عشان الناس ما تملش واقول انت فين يا محمود، انت فين يا جهاد، واقوم داخل باداء مفاجئ ما يتوقعهوش حد ابدا واقول انت فين يا حوده، انت فين يا بنت جهاد، لكن محدش بيرد عليا، والناس في مصر في كل الشوارع ماشيين بيحاولوا يساعدوني ويقولوا انت فين يا محمود، انت فين يا جهاد، انت فين يا محمود. سلامة، ازيك يا سلامة؟ ايه ده الصوت ده؟ انا مش عارفه. مين؟ انا محمود يا سلامة. محمود؟ وانا ايش عرفني انك محمود؟ مش بتشتغلني ولا حاجه. حسس. انا روايه محترمه عيب. لا انت فهمتني غلط، يعني المسني عشان تتاكد ان انا محمود. المسني نفس الحبر من نفس الحباره. محمود، يا اخيرا لقيتك يا محمود، كبرت يا محمود كبرت. وايه اللي في وشك ده يا ابني؟ سنة كبرت وبقيت تلزق يا ابني ما شاء الله. شغال فين دلوقتي يا محمود؟ انا بشتغل قائد جيوش مصر مع الامير عز الدين ايبك. قائد جيوش مصر؟ والشغلانه دي قرشها حلو يعني؟ مش مهم الفلوس، المهم مصر يا سلامة. يا محمود، انت عارف من ساعة ما بعتك انت وجهاد وانا ماشي في كل شوارع مصر يا محمود عمال انادي واقول انت فين يا محمود، انت فين يا جهاد. سلامة، انا هنا يا سلامة. ودايما اسمع التهيؤات. لا مش تهيؤات، انت تاني. انت فين يا محمود؟ يا عم انت لقيتني انا نادي عليها هي. انت فين يا جهاد؟ يا سلامة انا هنا يا سلامة. اهو سامع اللي انا سمعته. ايوه. طب شايف اللي انا مش شايفه؟ ايوه. يا سلامة انت ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بصلي. اعمى. يا سلامة بصلي، يا سلامة ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ اعمى. يا سلامة بصلي، يا سلامة ما بتبصليش ليه؟ ده بس بصلي حرام عليك. يقول لك اعمى يا هبله، اعمى يعني ايوه يعني ما ما ينفعش بتبصليش. ابص. ما بتبصليش ليه يعني؟ مش فاهمة. دي اتجننت البت باين ولا ايه؟ ادخلي جوه. مش هدخل. بقول لك خشي جوه. انت فاكره نفسك ايه اميره؟ ده انت جاريه جربانه. خشي جوه كملي الرقص. انا ما بعرفش ارقص. من خفتك يا موكوسه، ده انا جايبه لك عاطف عوض يعلمك كل الرقصات. اعمل ايه تاني؟ اجيب لك سفينات؟ خشي. عرفت صوت الردح ده جاي منين يا محمود؟ ده اكيد جاي من عند حريم السلطان. حريم السلطان. طيب انا عايزك تخطف رجلك وتروح لحريم السلطان. هتقابل واحده هناك اسمها انجا، قول لها انا جاي من طرف سلامه باماره. هي هتفهم على طول وتسلمك جهاد. سلامة، هجيب جهاد يا سلامة. مع السلامه محمود. يا اخيرا لقيت محمود وجهاد الاتنين مع بعض في مشهد واحد. اخيرا، وبكده يكون انتهى المشهد الاولاني، والمشهد الثاني هيدخل وراه على طول من غير استراحة ولا حاجة. غيروا الديكور. لف يا عم. الله ينور يا عبد العزيز. الله ينور يا حاج احمد. انزل بالمنظر يا عم، انزل يا حاج. ايوه، اوعى دماغك يا اوعى دماغك. اتكل على الله، انزل كمان شويه. الله ينور يا عم احمد على الإضاءة. الله ينور. يا سلام يا سامي، يا سلام. الله ينور يا ولاد، الله ينور. وبكده
بقينا جوه قصر شجرة الدر. شجرة الدر اللي كانت متجوزة الملك صالح نجم الدين علي أيوب إبراهيم السيد باين، ولكنه مات بالهارت أتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكة شجرة الدر انها تتجوز تاني، لان كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان اهلا بالملكة شجرة الدر. عشان كده كان الصراع دايما ما بين أخطاي وعز الدين أيبك، مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجرة الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، او انتوا اللي هتشوفوه. انا مش هقدر اشوفه لان انا اعمى. قمر يا مولاتي قمر. تفتكري هعجب أخطاي وأيبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يقولوا ده انت مش بس ملكة، ده انت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي يا أنجا، ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. مالك يا أنجا؟ حاسة بإيه؟ حاسة إني حامل. أخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي أنت عايزه. أنجا أنا آسف يا مولاتي، مولاي أقطاي بره، أعمل إيه؟ أخطاي دايما مواعيده مظبوطة. ده أنت تظبطي عليه الديك لما يدن. أنت عرفتي منين يا سفاح؟ ملعوب. أنا آسف يا مولاتي، أخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب استاذن انا بقى يا مولاتي، انت عارفاني خدامتك لماحه، يلا نهارك ابيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج، وعايش في بطالة وفقر ومرض. شعب موجود؟ ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. ازاي؟ انت عندك الرمض في الجيزة، عندك السلام في المعادي، في كل حتة في اما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. سلام ايه؟ سلام ازاي؟ مستشفيات في كل حتة. ما عندكيش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين ايبك، يا انا يا الفوضى. انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجه، انا اطلع طلعه جويه افجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. انا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطوره عشان تبقى فاهمه. ايبك ده لو جه هيجيب جماعته لو جم هيجيبوا مجموعه، الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطوره، البلد دي هتتفتت. عايزاها تتفتت؟ عشان ايه؟ دي الفزاعه اللي بتضحكوا بيها على الناس في الاعلام. وانا عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. عايز ايه؟ عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. طب ما انت ملكه البلد اصلا، تشتغل نفسك ولا ايه؟ انت شوفي انت عايزه ايه، اما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضلي. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل في نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها. انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير انا في الكباري ما حصلش.
انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده. الموضوع دلوقتي مش سهل، موضوع في منتهى الخطوره. انا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت اصبحت السلطان، ولكن دلوقتي ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. انا فاضي. ايه؟ هو انا هخمن؟ انا هخمن. انت عايز ايه؟ انت حاجه صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كلام كده. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطوره. وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او عليه جيلا بعد جيل. ان شجره الرز باقيه والاشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أقطاي بيهددني، يا إما هو يا إما الفوضى. مولاتي الحقي في إيه يا مرعوب؟ القائد عز الدين أيبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي ايه؟ ده قائد الجيوش، ده انا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ عادي. ربنا يستر. مولاي أيبك. التحية لمولاتي شجرة الدر. ايه اللي اخرك يا ايسر؟ كنت مزنوع على الدائري يا مولاتي، المرور زبالة زبالة، في عربية نص نقل محملة مماليك قافلة طلعت الكوبري. انت هتكذب عليا يا ايبك؟ أيبك اسمي الأمير أيبك. ايه؟ لكن بالنسبة لك انت ممكن تقولي لي يا بكة. بكة؟ بكبوكي بكبيكو. خلينا في المهم يا ايبك. سيرتك يا مولاتي، سيرتك بقت زبالة. الناس عمالة تقول ان القصر فيه شباب داخل وشباب خارج، ده غير انك شجرة ومزة وقاعدة لوحدك. من الاخر كده انا شايف انك لازم تتجوزيني. لازم اتجوزك انت يا ايبك؟ والله لو لقيتي احلى مني اتجوزيه. كده فرصتك ضعيفة، وخصوصا ان اقطاي بنفسك. اقطاي مين يا شجرة؟ هي هربت منك ولا ايه؟ اقطاي ده كل الناس بتكرهه ونزلوا الشوارع وقالوا له ارحل ارحل. يعني بيحبوك انت يا ايبك؟ والله على الاقل انا معايا اهلي وعشيرتي، ودول ناس منظمين قوي، بإشارة واحدة مني يجوا يحاصروا لك المدينة ويبنوا حمامات ويذبحوا بقر هيعيشوا ايه؟ افهم من كده ان لو ما اتجوزتكش هتولعوا في البلد يا ايبك. انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي لا سمح الله، بس برضه ما اضمنش محبيني ومريديني اللي ممكن يولعوا في البلد وبحماس. طيب بحماس. طيب افرض ان اتجوزت اقطاي. انا ما افرضش، وحتى لو ده حصل هعمل مؤتمر صحفي واعلن فيه ان نتيجه الجواز دي مزوره. انا عارفه يا ايبك انك شريف من جواك، بس انا حاسه انك مش بتحب البلد. انت بتحب الكرسي ده، وزي ما في ناس معاك في ناس ضدك. يا مولاتي يا مولاتي، اوعدك اني لو بقيت ملك هبقى ملك لكل المصريين مش لجماعتي وبس. واكبر دليل على كده ان جيت لك النهارده وانا مش لابس قميص واقي. مماليك احرار هنكمل المشوار، مماليك احرار هنكمل المشوار. يا خوفي لا تكون بتقول وعود وبترجع فيها. يا شجرة القلب، يا شجيرة الروح والفؤاد، حتى لو أصبحت أنا الملك ستكونين أنت السلطانة اللي فوق الكل. يعني لو طلبت منك إنك تركع هتركع؟ أنا أصلا لو وافقت عليا كنت ناوي أركع ركعتين لله. طيب اديني فرصة أفكر. يبقى وافقتي. لا بقول لك اديني فرصة أفكر. والله وافقتي. لا بقول لك أنا لسه هفكر. عيني في عينك وافقتي.
والله انا لسه هفكر. يا شجرة ايه الغباوه دي؟ انا لسه استنى تفكر. اخيرا وصلت للكرسي، خشب دمياط نضيف. يا انجا يا مرعوب. ايوه يا مولاي. يا محمود. امرك يا مولاي. نادوا كل المنادين اللي في البلد عشان ينادي كل واحد في البلد، ينادي مع المنادين اللي انتوا ناديتوهم ويقول ان ايبك هو اللي فاز بقلب شجرة الدر. قشطة يا مولاي. بيس يا رجاله. انجا كل سنة وانت طيبة يا بيبي. بمناسبة ايه؟ النهارده عيد ميلاد تامر حسني. يا مرعوب، وانا ملك القصر ولا ملك الكبده؟ الكلام ده عند الستار يا حبيبي. محمود. امرك يا مولاي. انا عايز خبر جوازي من شجره الدر يغرق مصر خلال 24 ساعه. لكن الملكه شجره الدر لسه ما قالتش جوابها النهائي. احنا ما عندناش ملكات ليها راي يا محمود. يعني نعمل لك ايه يا مولاي؟ اطلع الساعه 3 الفجر يعني النتيجه؟ انت بتزعلني ليه يا محمود؟ في ايه؟ معلش انا متوتر قوي النهارده. لا انت وانت درانكينج ما بتبقاش امبورتنج يا محمود. لا 3 الفجر ده انسب وقت نعلن فيه، نص الناس نايمين والنص التاني بيتفرج على قناه التت. نطلع احنا بقى نقول اللي احنا عايزينه. نفذ انا افهم اكتر منك. ما اقدرش يا مولاي. اعلن يا ابني نتيجه الفوز بقلب شجره الدر. نتيجة الفوز بقلب شجرة الدر: شبرا 500 يبقى 15 أبطال، الجبلية 600 يبقى 15 أبطال، الزاوية الحمراء 1000 يبقى 15 أبطال، شرقية منوفية دهلية النهارده فرح يا جدعان. النهارده فرح يا جدعان. عايز كله يبقى تمام. النهارده فرح يا جدعان. لا هقدر مش كوره، قلت لازم اعيش معاها. قلبي قلت لها ايه بعد اذنك ولا زعل تعالى ممكن احكم يمكن ربنا يهدينا يكرمني ويقوينا واستولى على الارض واستولى تعقول الاعمر عليك واستولى أيبك على القصر. أخيرا حقق حلمه، وأخيرا أيضا محمود لقى جهاد. محمود. انت جهاد؟ انت محمود؟ ايوه. كبرت يا محمود وطلع لك شنب. وانت يا جهاد كبرت وحلقت شنبك. فاكره يا جهاد واحنا صغيرين؟ فاكره لما كنت بتلعبي قدام باب القصر وقعت في الطينه وقعدت تقولي ايه؟ فاكره يا بيبي. ايوه، ودي ايام طبعا حد يفتكرها. لكن السعادة لا تدوم طويلا، حيث جاءت أنجا مفرقة الجماعات وهادمة الملذات. اقسم بالله العظيم ما حد ياخدك مني ابدا. جهاد تعالي هنا. سيبيني 5 والنبي انجا. هي كلمة تعالي هنا بدل ما اجيبك من شعرك. سيبيني 5 يا انجا. في ايه بالظبط مش فاهمه؟ ممكن تتكلمي معايا انا؟ اتوكس محمود. روحي معايا. يلا يا حلوة. يا بيبي. باي باي. يلا يا بيبي. مع السلامة. باي باي. السلام عليكم. باي محمود. حلو تعبت. محمود. امرك يا مولاي. اخطاء يا محمود، اخطاء يحتل دواوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا اخطاء مغرقة الدنيا بالخبر. نايم على ودانك يا محمود بيه. تعداد جسمي قد ايه يا حوده؟ احنا تعدادنا اكبر منهم بكتير يا مولاي، ومجهز على اعلى تقنيه، بس دي تبقى حرب اهليه. بص يا محمود، انا عارف ان في 70 3 بيلعبوا جوه القصر، وانا بحذر لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه صاحب القصر والعب براحتي. مولاي مالك النهارده في ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك يا محمود ان انت قائد الحرس بتاعي وانا الملك، واجب عليك تحميني. احميك؟ يعني اعمل ايه؟ يعني تقتل اخطائي. ايه؟ اقتل اخطائي؟ ايوه اقتل اخطائي. يعني عايزني انا اقتل اخطائي؟ يا عم ما تعدي الجملة يا عم، خش بعد اقتل اخطائي.
يعني ما تقولش ايه الابطال. نلجأ للمحاكمات يا مولاي، قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره، واخطائي لازم يتقتل. انا اسف يا مولاي، ما اقدرش اغدر. الجيش المصري واجه ما يغدرش. بعد اذنك يا مولاي. اذنك معاك يا حوده، اديك عرفت القصر بقى، تعالى. سلام يا حوده. وفي خضم هذه الاحداث، في خضم كجمله صعبه جدا، وسط كل اللي بيحصل دون تكتشف شجره الدر ان عز الدين ايمن كان متجوز قبل كده واحده عرفي ومخلف منها عيل اهبل اسمه منصور. لا وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين سكت على الابيض. ابويا بقى راجل، ابويا بقى راجل. انا زعيم يابا، انت بقيت الريس ولا ده حوار انت مركبه علينا؟ لا انا اللي بقيت الريس. اخيرا وصلت للكرسي ده بعد 80 سنه. الكرسي ده بتاعي لوحدي. لا ده بتاعنا. ما تشدش ما تشدش انت. بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي. خد تعالى اقول لك يا حبيبي، تعالى شوف انا جايب لك ايه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع عمو سلامه. روح روح روح. عم سلامه يا عم. ايوه يا منصور يا. بص يا عم سلامه يا عم، الحصان ده حلو قد ايه؟ معلش يا حبيبي انا ما بعرفش ابص. شوف يا عم سلامه يا عم، الالوان عبقريه بسم الله ما شاء الله. انا ما بشوفش يا ابني، ما بشوفش. انظر يا عم سلامه يا عم، بطن الحصان مخروطه خالصه، الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني، ما بنظرش. طب اعمل ايه يا عم سلامه؟ شوفوا كده. وريني الله، ده ايه الحصان الحلو دون يا. انا هلعبك لعبه حلوه يا منصور دلوقتي. الحصان ده اهو، شايف الحصان؟ اكله جوه بطني كده اهو. ايه رايك؟ في ايه؟ انا اكلت الحصان اهو. ما ده هيجيب لك انت مشاكل. انا خلاص الحصان بقى جوه بطني. ايوه انت اللي هتتعب. هو الحصان معايا اهو. ما انا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامه. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامه لو سمحت. مفيش حصان. عم سلامه انا زعبلاوي وممكن اعملها معاك. حصان. ايوه هاته. طب بص اوريك. اوه طلعته من ودني. خد يا عم الحصان. ده احسنك انت يا عم سلامه. هو يا ابني الحصان بتاعك اهو. مش زي الحصان بتاع عم سلامه، ابوس ايديك انا مصدع من الصبح. هات حصان. الحصان اهو يا حبيبي، اهو الحصان بتاعك اهو. عم سلامه انت راجل كبير وقد ابويا ومش عايز اعملها معاك. يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي اهو الوانه. بص الصنايعي اهو. يا ابويا خد الحصان يا ابويا، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا، خد الحصان. اهدى ايه اللي خدته منه ده يا سلام؟ افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي. حاضر ايه؟ هتفتح بطني حاضر ايه؟ معلش الواد عبيط. خد روح العب هناك. هو فعلا الولد ده عبيط؟ عبيط بس ما تسيحش والنبي. لا انا هقول لمصر كلها بس. مولاي الحق. خير يا مرعوب، شجرة الدر جت. طب خليها تخش، بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب، اتكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم ده لا تأذينا ولا نأذيك. صاحب البيت اسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. انت بعت لاخطاي عشان يجي هنا؟ ايوه يا شجره. وفهمه ان انا اللي عايزاه؟ ايوه يا شجره، الحرب خدعه. انا مش مصدقه. طب انا هبعت لاخطاي واقول له اني ما طلبتوش. ايه يا مولاتي، هو انغاب القرد؟ العب يا ولداتي. ياه، قلبك الطيب الشريف النبيل المصلي بقى اقطاي تاني. انت بتشبهيني بالفاسد ده؟ ان ما كنتش تشبهيني صح ما تشبهنيش.
عموما الفاسد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه. مولاي الحق خير يا مرعوب. اقطاي جه بره. جه لعضل، خليه يخش يا مرعوب. حاضر. مولاي اقطاي. يا فندم انا موجود. انت عايز ايه يا شجره العنب انت؟ كل شويه تبعت لنا ولا ايه؟ ازيك يا قطاي؟ انت اللي بعت لي؟ ايوه انا اللي بعت لك يا قطاي. عايز ايه؟ عايز كل خير. ولأول مرة يجتمع أقطاي مع عز الدين أيبك مع شجرة الدر، وكان رابعهما الخيانة، حيث اتفق عز الدين أيبك مع أردوغة على أن يقتل أقطاي، ودفع لأردوغة مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر. ذهب أردوغة إلى أقطاي، سلم عليه، قال له تفضل، ثم أخرج خنجره وقتل أقطاي. مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى، فقال له ألم يكفيك خنجر واحد؟ وذهب أردوغة وقتل أقطاي. هنا مات أقطاي، ثم قام مرة أخرى، ثم وقع من تأثير الضربة. حاول أن يقاوم لم يستطع، زحف ثم قام مرة واحدة، ثم وقع، ثم قام، ثم وقع، ثم قام، أمرمطت، ثم وقع، ثم قام، وقع، تدريب ركب، قام، ثم خرج، زحف. ولكن الخيانة نتيجة الخيانة، حيث اتفقت شجرة الدر مع أردوغة أن يقتل عز الدين أيبك، وأعطته كيسا من النقود في قطيفة حمراء، قال لها عيني الجوز. ثم ذهب إلى عز الدين أيبك، سلم عليه، وعلى حين غر أخرج خنجره وقتل عز الدين أيبك. مات عز الدين أيبك وعينه على الكرسي، زحف قبله، ثم مات عز الدين أيبك. وبما إن الخيانة نتيجتها الخيانة، جاء منصور لهبا وعلم إن أبوه قد مات، تقدم وذهب إلى أبيه، نظر إليه، رفع رأسه، تأكد إنه مات، هزه أكثر، مرمطه، بهدله، سابه على الأرض، تأكد إنه مات. حزن منصور لهبا، وقال بمنتهى القوة وبمنتهى العنف، قال: ليه؟ وعندما لم يجد مجيب لسؤاله، قال مرة أخرى: لأن أنا هصلي درسة وأخش مادة ساعة، وكان وشه أبيض زي اللبن الحليب، ده كان حاجز لنا مصيف. وعندما لم يجد منصور لهبا المصيف الذي حجزه أبوه، تقدم إلى أردوغة وقال له: إن شجرة الدر قد قتلت أبي، اذهب إلى شجرة الدر واقتلها. قال له: عيني يا معلم. ذهب إلى شجرة الدر أردوغة وقال لها: مولاتي انظري العصفورة. نظرت، ثم أخرج السكين واحتفل وقتلها، واحتفل مع منصور كما لم يحتفل من قبل. وها هي العدالة السماوية تهبط إلى أرض باليرمو، وسجد لله شكرا، سجد لله بعد أن قتل شجرة الدر. وهنا قال له أردوغة: أين نقود يا معلم؟ فقال له: احنا آخر الشهر. آخر الشهر. قبل رأسه، ثم أخرج خنجره كرجل خائن وشقه وخرج أردوغة، ومات منصور له.
مات منصور له. مات منصور له. مات متصدع. مات مش نام. مات. ما هو كده مات. ايوه ميت مربع. ايوه كأننا في رمضان عادي. رمضان؟ اه ده ايه يعني بتموت في رمضان كل سنة يعني ولا ايه؟ عشان نتسحر وننام. سحر وتموت بقى على طول؟ على طول. مات. انا بقى هي مت بقى لو سمحت. مات. انا محتاجة اقعد لوحدي شوية لو سمحت. مات منصور. مات اهو مات خلاص. مات اهو انا اموت كده. حلوة دي موتة اغراء دي. لا ما ينفعش. مات اهو مات هموت خلاص. مات. يا روما يا أهل مصر، يا أهل مصر، يا ما حذرتكم ويا ما نبهتكم إن التتار جايين على مصر. محدش صدقني، محدش سمع كلامي. أخيرا التتار وسط مصر. لما عمك تبغى يعدي كله يوقف قدي هدي ولا والسبع فترات والقتل في الحارات ليلتكم كده. فين القائد أبطال؟ قتلوا الأمير عز الدين أيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين الأمير عز الدين أيبك؟ قتلته الملكة شجرة الدر. البقاء لله. فين الملكة شجرة الدر؟ قتلها منصور اللهبل. طب وفين منصور اللهبل؟ مات لوحده سبحان الله. طب لما أحب أكلم شعب مصر أكلم مين؟ تقدر تتكلم معايا أنا. وأنت مين؟ مواطن من شعب مصر. مواطن من شعب مصر، شرب من نيلها وجرب يغني لها. لقى صوته وحش، ركز في التمثيل. من قائد التتار ومفتت الدول باراك حسين هولاكو. احنا طبعا عارفين مدى ضعف بلدكم بدليل المعونة، فإذا قبلتم التتار أسياد عليكم ودفعتم الجزية ذهب وبترول وقطع من حدود سيناء هتستبعدوا حرب ساحقة. اوعى تصدقوا يا محمود، قالوا كده في كل بلد راحوها وفتتوها واحتلوها. شوف اللي حصل في العراق وشوف اللي حصل في ليبيا وشوف اللي بيحصل دلوقتي في سوريا يا محمود. احنا بنحذر مرة واحدة، ايه ردكم؟ خش؟ بتقول لي انا خش؟ انت مين يا شبح؟ انا قلت ردي. مش عارف مين معايا ومين مش معايا. انا معاك يا محمود، كلنا معاك يا محمود. أرجوزة، إذا تجرأ أي واحد من التتار أو أي عدو من داخل البلاد أو خارج البلاد إنه يمس مصر بسوء هيدفع الثمن حياته. فليحيى السلطان، فليحيى السلطان، فليحيى السلطان. الله ينور عليك يا محمود. هو كده يا أهل مصر، يا أهل مصر، يا ما حذرتكم بالتتار. التتار طول عمرهم بيحاولوا يخشوا مصر، فشلوا مرة واثنين وثلاثة ولسه بيحاولوا. لازم نسيب للأجيال اللي جاية صورة
تفكرهم وتفهمهم قد ايه خطورة التتار عشان يبقوا عين لها. يا اهل مصر، كل مصر لازم تتجمع في الصورة دي، كله لازم يدخل في الصورة. مش توكشو ولا نشرة ولا نشرة، الليلة مسرح جماعي وعشرة يابا على عشرة، سياسي كوميدي اجتماعي. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك تترو. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك تترو. كفاية غم وحرق الدم، عايزين نرجع ضحك زمان، عايزين نفك شوية يعني، وادي الجواب فم العنوان. كفاية غم وحرق الدم، عايزين نرجع ضحك زمان، عايزين نفك شوية يعني، وادي الجواب فم العنوان. موضوعنا باين تترو، تياترو مصر. تياترو مصر دي مصر تياترو، وتعالى شوف رواياتك تترو. تياترو مصر.